السلام عليكم اهلياتي صحاباتي اخواتاتي، معكم ان شاء الله فيديو جديد مع شهيوات عوينتي. اليوم غنعدلو ان شاء الله واحد البسطيله ديال الحوت اللي عندي فيها هنايا نص كيلو تاع الورقه. نص كيلو تاع الورقه عندي هنايا، ها نتوما كتشوفوا زديفه تاع سباده. عندي هنايا الكلامان القمرون، ها نتوما زليفه. عندي هنايا الكلامان زليفه. عندي هنايا زلافه تاع الزيتون. عندي 5 الفصوص ديال الثوم. عندي قزبور ومعدنوس، المعدنوس غلاب كتير. عندي هنايا الفلفل الحمراء اللي قطعتها على بحال هذا الشكل. الفلفل غبره، الخرقوم، الكمون، شويه تاع الابزار اللي غنعملو شويه في الشعريه. عندي زيت روميه. عندي هنايا الملح. عندي هنايا واحد بشكاديه شريت وحده. وعندي هنايا الشرن شريته غليظ، شريت بشكاديه وشريت الشرن. عندي الشرن وعندي بشكاديه. عندي هنايا واحد شويه حفينه ديال شويه تاع الكلام تاع القمرون تاع الكامبا اللي غنزوق بها البسطيله من الفوق. عندي هنايا الشعريه الصينيه، على حسب كل واحد سيعرف شنو غادي يدير في البسطيله اللي باغي يعمر. هادشي اللي كاين، هادو هما المقادير. دابا ان شاء الله غنبداو التشرميله اللي غنعدل الحوت اللي غادي نطيبو. غنعمل واحد المغرفه تاع الفلفل الغبره. غنعمل مغرفه تاع الكمون. غنعمل مغرفه تاع الخرقوم. غنعمل شويه الملح. غنعمل فصوص ديال الثوم. غنعمل شويه تاع الربيع، قزبر ومعدنوس. غنعمل الحامض. غنحيد هذوك العظام اللي هودو. غنعمل شويه تاع الزيت، شويه. كنخلطوا هادشي مع بعضياتهم. انا كنعمل كلشي طبيعي. كنجيب الحوته اللي غنبخر في الكسكاس، كنجرحها واحد شويه باش تدخل ليها القامه. كنعاود نجيب الحوته الاخرى، صافي. دابا شملتهم، ونجيبو الكوكوط.
كنجيب الموز كنقطع شويه ديال الحامض. دائما كنعمل قشور ديال الحامض باش ما تكحل ليا الكوكوط. كنعملو الكسكاس، كنعملو الحوته اللي عملنا اللي شرملنا، كنعملهم يتبخروا. دابا شرملتهم غنديهم يطيبوا على النار فوق البوطه جهد 20 دقيقه. جهد 20 دقيقه كنخليهم يطيبوا. بالحق اللي كيخاف الكسكاس يهود ليه في الماء يديروا ليه الحوتات يهودوا في الكسكاس، كيعمل شي جبانيه ولا شي زلافه لتحت عاد كيعمل الكسكاس. انا عندي كوكوط الكسكاس راهي ما كيهودش. دابا ان شاء الله غنبداو نطيبوا في ديك الحوت الاخر. غنطيبوا ان شاء الله الفلفله هي الاولى. غنعملو هنايا واحد المغرفه تاع الزيت باش غنطيبو. غنعملو ديك الزلافه تاع الفلفله الحمراء. غنعملو داكشي اللي تبقى لينا من شرميله اللي عندنا الحوت. غنعملو ليها شويه ديال الملحه. غنعملو واحد المغرفه ديال الفلفل الغبره. غنعملو مغرفه ديال الخرقوم. غنعملو الكامون. انا كنخلي داكشي طبيعي، ما كنزيد حتى شي اضافه اخرى من غير الخضره ومن غير العطريه وداكشي طبيعي. كنعملو الربيع ثم القزبره ومعدنوس. دابا ان شاء الله كنخليوها تشحر هنايا. كتشحر شويه كنبدا نزيد عليها العناصر الاخرى، الحوت الاخر اللي باقي لي كلشي كنطيبهم مع بعضياتهم. هاد الشعريه كنعمل فيها هي انا شويه تاع البزار، شويه تاع الملحه، كنخوي عليها الماء طيب. من بعد كنشحروا الفلفله نتوما شفتوا. كنعمل هاد شويه ديال السباطه كيطيب حتى هو معاها. كنعملوا الكامبا، كنعملوا الكالامون. خليهم يتشحروا. نتوما ما كيهزوش الطياب بزاف. انا جبت الكلاما، جبت غير داك الصغير غير كيطيب، ما كيهزش الطياب بزاف. اللي قطعتو هكا دوائر هانتوما كتشوفوا كيفاش مدور. ها تعطو زويورات. ودوك الريوس ديالو حيدتهم باش نعرف ندير بهم الغوطه شي نهار ان شاء الله. كنعملهم في الفريغو كنخليهم. ملي كنبغي نعدل الرز كنعدل الرز ديالهم شي نهار نوريكم. وصافي هذه هي الطريقه اللي كندير ديال الحوت باش كنطيب. واللي بغى يدير الحار حتى هو ممكن يدار فيها الحار هذا. واللي بغى يدير سميتو شي حاجه ديك
الشامبينيو. انا ما عنديش دابا، اللي بغى يزيدو حتى هو يزيدو، كيجي حتى هو مزيون معمر به، كتجي مزيونه بالسطيله ديال الحوت وهذا الشيء اللي قلت لكم. ونتلاقاو في التعميره ان شاء الله. الى ها الحوت اللي طيبنا، انا غنبدا نصاوب ان شاء الله العماره ساعه بالسطيله بشوه. هذا داك الفلفله والكرامال والغامبا وديك السباده هما طابوا مع بعضياتهم. ها الحوت اللي شرملناه وبخرت في الكوكوط انا نقيته، حيدت منه العظمين. هذا الجلده ديال المصير اللي قطعتها حتى هي، عملتها طريفات. وهذا الزيتون، كنخلطوا هذا الشيء حتى تيتخلط كلشي مع بعضياتو، يتخلط مزيان. كنخلطوا كلشي مع بعضياتو نتوما كتشوفوا. عاد نبدا نعمر. هاني كندهن هاد اللاطه، دهنتها بشويه ديال الزبده والزيت. هاني كنعمل الورقه. هذه الاولى، هذه الزبده اللي دوبتها. ها الحشوه ديالنا اللي عدلنا مع بعضياتنا. كتجي غزال وكتشهي. ها البسطيله ديالنا انا غنبدا نلويها. هذه الطريقه اللي كتجي مزيانه، كتجي مجموعه وكتجي محمره. كدهنيها بالزبده مزيان باش كتجي تعطي قرميشه وتتجي محمره وما كتفتحش. هذه الطريقه القديمه ديالنا اللي تنلويو بها البسطيل ديال المناسبات وديال العراضه وديال حاجه طبيعيه ونقيه ومزيونه ومعدلها الواحد بيدو. كتجي مزيانه وكتجي جديده.
ها هو الفران اللي ها بالصيله غندخلها للفران. من بعد ما خرجتها من الفران دخلتها للفران حتى تحمرات من الفوق ومن التحت وخرجتها. ها هي تبارك الله موجوده، وجربوها وردوا عليا الخبر. كتجي غزاله، وتهلاو ليا في روسكم، وما تنسونيش الله يرضي عليكم ديروا لي ابوني وشجعوني وديروا لي جيم وشجعوني الله يرضي عليكم باش ما نبخلش عليكم باللي عندي. طيله البنات ها هي اللي كيحبوني وكيتابعوني وكيعجبهم الطياب ديالي، ها البسطيله اللي وجدت انا وياكم. ها هي تبارك الله موجوده وغزاله، ما شهيتكم فيها، كتجي جديده وجربوها. ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنساونيش وخليو لي التعليقات ديالكم، واللي بغى شي حاجه يقولها لي يطلبها مني وانا موجوده تحت الاشاره. ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.